وصفة النهاردة زيكم كنت بخرج اكلها بره انا والولاد وبنروح المول وناكلها. بس دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها بره. عاجبك تاكلي في البيت، عاجبك مش عاجبك انتوا عارفين الباقي. ايه رأيكم ما تيجوا نعملها بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية وطعم كمان خطير، وهعملها كمان معاكم بكل اسرار المطاعم. يلا بينا ندخل. يلا بينا. اول حاجة معانا جبت صدر ونص من الفراخ وابتديت ان انا اقطعها مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين متوسطة. حطيتها بقى في البولة وتقدري تستخدمي نص الكمية لو انت حابة. تبلتها بقى بملح وفلفل اسود وكمان بودرة ثوم وبودرة بصل والسبع بهارات، وحطيت كمان عليها شوية من الكاري وشوية من البابريكا وكمان شطة. طبعا الشطة اختياري للي حابب. حطيت عليها معلقتين من الخل كبار وكمان قلبتها وزودت كمان الملح شوية. هسيبها بقى في التتبيلة دي لمدة نص ساعة على بال ما اجهز بقية مكونات الوصفة. في بولة عندي نزلت باربع فصوص مفرومين من الثوم الناعم وحطيت عليهم نفس التوابل: بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، وكمان حطيت كاري وحطيت شطة، وحطيت بقى معلقتين من الصويا ونص كوباية من السكر ونص كوباية من الكاتشب زي ما حضراتكم كده شايفين. وده هيبقى الصوص بتاعنا بتاع الفراخ. حطيت بقى هنا معلقتين كبار من النشا وحطيت عليهم ميه وابتديت ان انا ادوبهم كويس مع بعض. وبعد كده ضفتهم على بقية الصوص زي ما حضراتكم كده شايفين. قلبتها بقى كويس وكده الصوص بتاعنا هيبقى جاهز معانا. صوص حلو جدا وطعمه خطير. جبت بقى الخضار بتاعنا، واحدة فلفل اصفر، واحدة فلفل احمر، وكمان جزر وبصل. قطعتهم بقى مكعبات زي ما انتوا كده شايفين. والطريقة دي بتبقى سهلة جدا ان انا اقطع بيها البصل. بقطعه انصاف وببتدي ان انا بيتقطع معايا بكل سهولة وبقشره كده بايديا. وجبت بقى الفلفل الاصفر وابتديت ان انا اقطعه. طبعا تقدري تستخدمي اي نوع من الخضار، لو مش عندك تقدري ما تستخدميهوش عادي جدا، مفيش اي مشكلة. ممكن كمان تستخدمي الفلفل الاخضر الرومي، بيبقى حلو قوي. ابتديت بقى اقطعهم كده بالشكل ده، وقطعت الجزر شرايح كده طويلة زي ما حضراتكم شايفين. وكنت بقى جهزت الصوص زي ما حضراتكم كده شايفين، والفراخ في التتبيلة بتاعتنا بتتبل وتاخد طعم حلو جدا. خلصت بقى تقطيع كده الخضار بتاعنا، ابتديت احطه تاني في الطبق. وتعالوا بقى دلوقتي نعمل التتبيلة او الخلطة اللي احنا هنحط فيها الفراخ بتاعتنا. حطيت 4 معالق كبار من الدقيق، يكونوا كده كبار يعني حوالي كوباية، وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، وحطيت عليهم ملح وفلفل وقلبتهم كده مع بعض. جيت بقى هنا حطيت حلة على النار وحطيت عليها شوية ملح علشان اسلق المكرونة. جبت بقى الفراخ بتاعتي وابتديت احط عليها حطيت عليها بيضة وقلبتها كويس جدا. نزلت بقى جبت قطع الفراخ بعد ما حطيت عليهم البيضة وابتديت ان انا احطها في خليط الدقيق والنشا، وابتديت اقلبها كده فيها وابتدي ان انا اطلعها كده، اكون يعني بنفضها كده كويس عشان تبتدي ان هي تثبت معانا، او الدقيق والنشا يثبتوا معانا على طبقة الفراخ. ادي بقى شكلها، بصوا خطيرة. هنا بقى المية بتاعت المكرونة كانت غليت، ابتديت انزل بالمكرونة. جبت بقى في طاسة عندي، ابتديت انزل بالزيت، واول ما الزيت هيسخن معانا هننزل بقطع الفراخ. وتعالوا نبص على المكرونة. قلبتها لسه طبعا ما استوتش، انا هسوي المكرونة 3/4 سوا. هنا بقى الزيت عندي سخن زي ما حضراتكم كده شايفين، ونزلت بالفراخ. بصوا اتحمرت بسرعة. وجيت بصيت على المكرونة لقيتها استوت 3/4 سوا، رحت طافية عليها على طول. تعالوا بقى هنا هنقلب الفراخ، وكانت حته كده اتحمرت رحت مطلعاها. وابتديت ان انا زي ما حضراتكم شايفين اطلعها، وطلعتها على مصفى عشان تفضل معانا كريسبي وتكون مقرمشه. بصوا بقى، تعالوا هسمعكم الصوت. بصوا كريسبي ازاي، خطيره قوي يا جماعه، بجد تحفه. الاكله دي عايزه اقول لكم كانت اكله خطيره، كنا بنخرج ناكلها بره والولاد كانوا بيحبوها جدا جدا من بره. بس انتوا بقى عارفين من ساعة بقى طبعا الغلا اللي احنا بقينا فيه، ما بقيناش اصلا نخرج ولا بقينا طبعا ناكل بره. بقينا نعمل الاكل اللي كنا بنعمله بره بنعمله جوه بطريقة سهلة واقتصادية ومقادير على قد ايدينا. تعالوا بقى هنا دلوقتي هنحط طاسة على النار، هحط فيها شوية زيت وهبتدي اشوح فيها الخضار بتاعنا. وبعد ما هشوحه هبتدي احط مكعب من المرق وهنزل بالصوص اللي احنا حضرناه مع بعض.
هزود كمان على البولة بتاعة الصوص، هزود عليها شوية مية. هقلبها بقى كويس مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. وهبتدي بقى بعد كده من غير ما تغلي معانا هروح نازله بالفراخ بتاعتنا، ما تخليهاش تغلي لان هي لو غليت هتبتدي النشا تمسك مع الصوص والخضار. فاحنا لما ننزل عليها الفراخ نسيبها على النار. هبتدي بقى دلوقتي احطه في الخطوه دي، خلوا بالكم النار بتكون واطيه معايا. هحط عليها المكرونه زي ما حضراتكم شايفين، وتقدروا كمان تشيلوا المكرونه وتستبدلوها طبعا لو انتوا حابين بالرز المسلوق لو انتوا عايزين. انا بقى هنا بنحب كنا ناكلها قوي مع النودلز او مع المكرونه، فانا ابتديت ان انا احط عليها كده المكرونه زي ما انتوا شايفينها بقى، وابتديت ان انا اطفي عليها النار. وتعالوا بقى نشوفها ونغرفها. بصوا الجمال والحلاوه. وصفه السويت اند ساور وصفه خطيره وطعمها بجد جميل جدا، بجد ميكس كده ما بين الحلو والحادق، حاجه كده عظمه العظمه. طعمها بجد بجد حلو جدا. حطيت بقى عليها شويه سمسم كده من فوق، وبجد طلعت رهيبه. فرحوا قوي الولاد بيها وعجبتهم جدا، وطبعا كانوا مشتاقين ليها جدا لانهم بقالهم كتير ما كلوهاش. ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.